ليش باريس سان جيرمان بدهم يتركوا ملعب بارك دي برينس؟ هم صح راح يوقفوا يلعبوا في الملعب الكبير القريب من برج ايفل، بس لسبب بسيط كثير. الملعب هو مش ملك لباريس سان جيرمان، هو ملك للحكومة الفرنسية. شوف، الملاك العرب حاولوا انهم يشتروا الملعب اكثر من مرة، بس الحكومة رفضت. نية الخليفي انه يشتري الملعب ويطوره وبعديها يزيد سعته. هو حاليا بيستوعب 48 ألف متفرج، وهاي سعة قليل كثير بالنسبة لنادي بلشت تزيد شعبيته بشكل كبير في الأوان الأخيرة. وعشان هيك باريس بدهم يبنوا ملعب جديد من الصفر، وراح يستثمروا مليار يورو ببنائه، والسبب ليتضاعف عدد المقاعد ليصير 90 ألف متفرج. بس للأسف الملعب الجديد راح يكون على أطراف باريس، تقريبا بيبعد 30 كيلومتر عن برج إيفل، ومن الطبيعي راح ياخذ الموضوع موسمين على الأقل. الموضوع صار مؤكد انه باريس راح يلعب اخر موسمين له في ملعب بارك دي برينس.